الحقيقة أنا عايز أنقل تحية وتقدير واحترام للسيد الرئيس محمد حسين طنطاوي. الإجراءات اللي بيعملها إجراءات بتؤكد أن هذا الرجل هو فعلا الشخص المؤتمن على مصير الثورة المصرية وعلى مصير شعب مصر. بحيي الرئيس حسين طنطاوي وبطلب منه انه يستمر ويثق في ان ربنا بيسنده اكتر من الشعب. يعني زي الشعب بيسنده ده جانب، ربنا كمان بيسنده. الرئيس حسين طنطاوي حمل رأسه، انا بكررها، حمل رأسه بين كفيه من اجل حماية شعب مصر يوم ما الرئيس المخلوع حسني أمره بضرب الشعب، وهو رفض وحمل رأسه بين كفيه من أجل حماية شعب مصر. والأيام بتثبت كل يوم إن هو الشخص المؤتمن، هو الشخص الحريص فعلا على مصالح هذا الشعب، وهو الشخص اللي يستطيع شعب مصر إنه يأتمنه على مستقبله. أتمنى أن شعب مصر يتمسك بقيادة الرئيس طنطاوي للمسيرة لمدة رئاسية، يا ريت يكون مدتين. يعني أتمنى أن الشعب يتمسك بقيادة الرئيس طنطاوي للمسيرة لمدة 8 سنين، يعني مدتين رئاسيتين على الأقل، لحد لما يتم تشكيل وجدان شعب جديد وقيادات سياسية وفكرية جديدة. لأن كل الأشكال القديمة أشكال عفنة طالعة من مطبخ الحزب الوطني ومن تحت عباءة أمن الدولة، يعني محتاجين وقت لإخراج قيادات جديدة. أتمنى أن الشعب يتجنب تجار الشعارات الذين لم يقدموا أي تضحيات. الرئيس حسين طنطاوي قدم تضحية حقيقية بحمايته للثورة المصرية وبحمايته لشعب مصر. محدش تاني، ما يعني لا تقول لي البرادعي ولا عمرو موسى ولا عمرو سليمان ولا أي عمرو منهم. مفيش حد قدم تضحيات ولا قيادات إخوانية ولا قيادات أي شكل من الأشكال المعروضة. ما حدش قدم تضحيات، بل كله كان طالع من مطبخ أمن الدولة وكله كان بيقبض. الرئيس طنطاوي الوحيد اللي قدم تضحية حقيقية بحمايته للثورة المصرية. أتمنى أن احنا نتمسك بقيادته ونتجنب هؤلاء المخادعين، ما نخليش حد يخدعنا، ويترابط شعب مصر كله مسيحيين ومسلمين لتحقيق أحلام الشعب المصري في إقامة مجتمع الرفاهية والمحبة والسلام. أتمنى كمان من الإخوة المشايخ الذين يتصدرون الشاشات الآن، بتمنى إن هم يتكسفوا شوية على دمهم ويواجهوا نفسهم بالحقيقة المرة التي قد يجهلها بعض البسطاء، وهي إنهم كلهم برضو طالعين من مطبخ أمن الدولة. بتمنى يتكسفوا ويبطلوا يطلعوا على الشاشات، ويعني كفاية الفساد اللي زرعوه خلال 30 سنة. وبتمنى إن مصر مع الرئيس طنطاوي تصنع مجتمع جديد. وشكرا.